رئيس بشار الأسد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية احنا سعداء في اللجنة العربية بلقائنا فخامة الرئيس بشار الأسد. حقيقة كان اللقاء مثل ما شفتوا طويل وصريح، وكان في جو ودي. تحدثنا في كل النقاط اللي أتت في المبادرة العربية بكل إيجابية وبكل صراحة، ووجدنا حرص للتوصل مع اللجنة العربية من قبل الحكومة السورية لحل لهذا الموضوع، ولذلك اتفقنا على أن احنا نواصل اجتماع يوم 30 الشهر، اجتماع آخر بين اللجنة العربية وبين سوريا، الحكومة السورية، سواء هنا أو في على هامش مؤتمر عندنا في الدوحة للجنة مبادرة السلام للخروج. اتفق هناك في نقاط اتفق عليها بكل أمانة، وفي نقاط تحتاج إلى الآن إلى هل توضح هذه النقاط التي لا احنا نريد نوصل لنتائج. نعم. وعشان نوصل لنتائج اتفقنا على انه هذا الموضوع يعني يبقى طي الكتمان الى ان نتفق او لا نتفق، وان شاء الله انه حنتفق على حل يكون عملي، لان اذا تلاحظون جدية اللقاء انه ما نريد نخرج ببيان شفاف لا يأتي بنتيجة، هذا لا يهم السوريين. فحنجتمع لأنه في هناك أمور نريد الجانب السوري يريد يدرسها أكثر، وإحنا هو طرح علينا أفكار نريد ندرسها، سنلتقي، ولكن هناك بعض النقاط اتفق عليها بالخط العريض، وهناك نقاط الجانب السوري طلب أنه يعني يشوفها في مؤسساته السورية خلال يوم أو يومين، وإحنا أيضا كلجنة عربية نريد نتشاور فيما بيننا ونجتمع إن شاء الله مع الإخوان في سوريا ونطلع بشيء واضح. مثل ما ذكرت لك احنا يهمنا وقف الاقتتال في سوريا، يهمنا وقف العنف. ما موقفكم أيضا من أعمال الإرهابية للمجموعات الإرهابية؟ أول شيء الإرهاب منبوذ في أي دولة وفي أي مكان وفي أي زمان، لكن احنا الآن في ظل أزمة، وفي خلال الأزمة قد تكون هناك ناس كثير تستغل هذه الأزمة من أي طرف. المهم عندنا كيف نستطيع أنه ما يكون في ضحايا من أي طرف في سوريا. المهم نستطيع أن نقول للناس إن شاء الله بالحكمة وبالعقل أن يوقف الاقتتال ويبدأ العقل يتحدث ويبدأ الحوار بين الأشقاء السوريين مع بعض، بحيث إن شاء الله أن يتوصلون لنتائج يكون فيها نؤدي الرغبات الشعب في الإصلاح، لأنه الإصلاح اليوم مطلوب لحل الأزمة ليس في سوريا. كما تعلمون أنه في حراك جرى في دول عربية ويجري في دول عربية، وقد يستمر هذا الحراك، لأنه الآن احنا في فترة نحتاج فيها إلى أن نقوم بإصلاح جذري وليس إصلاح شكلي. المهم أن المواطن في قطر، في سوريا، في أي مكان يحس أنه هناك في نية صادقة للتقدم بإصلاحات وتنفيذ، وليس وعود، يكون هناك تنفيذ لهذه الإصلاحات. ولكن من المهم وقف العنف من أي مصدر، وقف القتال، وقف المظاهر المسلحة، يجب إيقاف هذا الآن